من أشهر مسائل المنهج بقى يا جماعة مسألة المحطة والمصنع. مسألة سهلة خالص لكن دايما بتطلب مننا. المسألة دي كانت موجودة في الكتاب المدرسي بغض النظر إنها ما اتكررتش كتير في الامتحانات، بس برضو لازم نكون احنا معانا فكرتها. ونكون احنا عارفينها كويس. السؤال بيقول لك ايه بقى؟ بتتصل محطة لتوليد الكهرباء، في عندنا محطة لتوليد الكهرباء بتتصل بمصنع. يبقى أنا عندي دلوقتي في محطة اهي، وفي عندي بتتصل بمصنع بيعبر عنها مسافة 2.5 كيلو. 2.5 كيلو دي معناها 2500 متر. ايه اللي انا عملته؟ حولت من كيلو متر متر ضربت في 1000 بسلكين. حط خط تحت كلمة سلكين، دي من أهم كلمة في المسألة. والراجل قال إيه؟ إذا كان فرق الجهد بين نهايتي السلكين عند المحطة 240 فولت، يعني فرق الجهد عند المحطة 240 وفرق الجهد عند المصنع ب 220 فولت. جميل. المصنع بيستخدم تيار شدته 80 أمبير. هو عاوز مقاومة المتر الواحد من السلك، وعاوز نص قطر السلك إذا علمت مش عارف إن المقاومة النوعية مدته برقم معين. أول حاجة خلينا نفسر المسألة الأول. إحنا عندنا محطة، أدا المحطة أهي، محطة لتوليد الكهرباء بتتصل بمصنع وده المصنع. يبقى أنا في عندي حالتين، في عندي محطة وفي عندي مصنع، الاتنين متصلين ببعض. بيبعدوا عن بعض مسافة 2.5 كيلو متر. يبقى المسافة ما بينهم هما الاتنين 2.5 كيلو متر، يعني 2500 متر زي ما اتفقنا. جميل. بس بيتصلوا بسلكين ولا بسلك واحد؟ لا بسلكين. وحتى هو لو ما كانش قال بسلكين كان لازم تبقى انت عارف ان الاتنين لما يتصلوا مع بعض هيتصلوا بسلكين مش بسلك واحد. ليه؟ لان لازم يكون في عندي هنا سلكين، سلك رايح يروح منه التيار وسلك تاني يكون راجع. عشان احنا عارفين ان من شروط مرور التيار الكهربي لازم يكون وجود فرق في الجهد، ورقم اتنين لازم يكون في مسار مغلق. المسار المغلق ان يكون التيار الكهربي رايح راجع زي المنظر اللي قدامي ده كده. ما ينفعش يبقى في سلك واحد، لازم يكونوا سلكين. ففي الحالة دي طول السلك اللي انا هستخدمه هو المفروض بالمسافة بين المحطة والمصنع اللي هو 2500 متر. بس دي في حالة لو انا استخدمت سلك واحد. طب انا هنا مستخدم سلك واحد ولا انا هنا مستخدم سلكين؟ لا مستخدم سلكين. فطالما انا مستخدم سلكين يبقى انا مستخدم 2500 متر رايح ومستخدم 2500 متر راجع. يبقى في الحالة دي طول السلك المستخدم كله هيبقى حوالي 5000 متر. ودي فكرة المسألة، بسيطة خالص. ورقم اتنين أو من الجزء التاني مهم معانا لازم نكون احنا برضو فاهمينه في المسألة. إن الراجل قال إن فرق الجهد عند المحطة 240 فولت. فرق الجهد هنا عند المحطة 240 فولت. جميل. طب وعند المصنع فرق الجهد 220 فولت. طب الكلام ده واقعي؟ واقعي فعلا، لأن التيار الكهربائي ما بيمرش إلا لما بيكون في فرق في الجهد. هل في فرق في الجهد؟ أيوه، هنا 240 فولت وهنا 220 فولت. يبقى فرق الجهد ما بين المحطة والمصنع كام؟ فرق الجهد بين المحطة والمصنع هيطلع 20 فولت. جميل. وبقول لك ايه بقى؟ وكان المصنع بيستخدم تيار شدته 80 امبير. يبقى شدة التيار الكهربي هتطلع ب 80 امبير. طب تمام. بقى معاه فرق الجهد وبقى معاه التيار. ايه اللي ناقصني ان انا اجيبه بدون ما اعرف هو عاوز ايه اصلا؟ ناقصني ان انا اجيب المقاومة ار. فالمقاومة ار بتساوي الفي على الاي، 20 على ال 80. يبقى المقاومة ار هتطلع بربع اوم. يبقى المقاومة ار هتطلع بكام اوم؟ بربع اوم. هو مش عاوز المقاومة الكهربية، هو عاوز مقاومة المتر الواحد بكام. في الحالة ديت أنا جبت المقاومة كلها ب25 من 100 أوم، ربع أوم. دي مقاومة ال5000 متر اللي عندي. طب هو عاوز مقاومة المتر الواحد. يبقى أنا عشان أجيب مقاومة المتر الواحد في الحالة ديت أنا هقسم المقاومة الكلية اللي هي الربع على مجموع الأمتار كلهم. طب هما كلهم كام متر؟ كلهم على بعضهم لو أنا هغلط هقول 2500 متر زي ما كان قايل لي في بداية المسألة اللي هي المسافة بين المحطة والمصنع. لكن احنا اتفقنا السلك اللي هيستخدمه مش هيكون طوله 2500 متر. طب السلك اللي هنستخدمه هيبقى كام متر؟ هيبقى 5000 متر. يبقى في الحالة ديت هقسم الربع على 5000 يقوم راح مطلع لي مقاومة المتر الواحد هتطلع اوم لكل متر. الناتج بقى هنشوفه بكام انتوا على الآلة الحاسبة. المطلوب رقم اتنين بيقول ايه؟ انا عاوز نصف قطر السلك اذا علمت ان المقاومة النوعية مدته بكذا. مديني المقاومة النوعية. المقاومة النوعية دي طرق ايه؟ بتساوي 1.57 من 100 في 10 أسالب 8. جميل. والمقاومة الكهربائية بتاعت السلك كلها ده مقاومة كلية كانت طالعة بربع أوم. جميل. يبقى دلوقتي بقى أنا معايا المقاومة النوعية والمقاومة الكهربية اللي هي الآر. طب تمام. هو عاوز نص قطر السلك. نص قطر السلك اللي هو الآر سمول.
ديت هتتجاب من مين؟ هتتجاب من قانون المساحة اللي هي بتتفك باي ار تربيع. فنروح نجيب الار تربيع ومنها هناخد الجذر. ناقصني مين؟ ناقصني طول السلك. لو هشتغل غلط كالعادة هقول ان طول السلك المستخدم هو ال 2500 متر، لكن احنا اتفقنا ان طول السلك المستخدم هو 2500 متر رايح و2500 متر راجع، يبقى طول السلك المستخدم كله على بعضه 5000 متر. وفي الحالة دي اجري اجيب الار سمول اللي هو نص قطر السلك. اجيبه ازاي؟ القانون ار بيقول رو ايه في ال على مساحة المقطع اللي هي طه نق تربيع. طب بحلها بقى ازاي؟ الار زي ما اتفقنا ب 400 اوم، بربع اوم. طب والرو ايه؟ 1.57 في 10 أس سالب 8. طب والال اللي هو الطول ب 5000 على طه في نق تربيع. نق تربيع اللي هي الار تربيع، واجري اجيب الار تربيع. طب اجيب الار تربيع ازاي؟ بنضرب طرفين في وسطين. اقوم راح جايب بقى الار تربيع بتساوي واحد اهي، هضرب طرفين في وسطين، واحد في 1.57 في 10 أس سالب 8 في 5000 على مين؟ على الربع في باي. وهيطلع الناتج على الآلة الحاسبة. خلي بالك ده مش الناتج النهائي. طب الناتج النهائي اقوم راح واخد الجذر التربيعي للناتج. يبقى خلاصة الكلام يا جماعة، خلاصة الكلام مسألة المحطة والمصنع. طول السلك المستخدم هنا ما بيكونش المسافة بين المحطة والمصنع. طب طول السلك المستخدم هو مين؟ هو ضعف المسافة بين المحطة والمصنع، لأن في الحالة دي احنا بنستخدم سلكين، سلك رايح وسلك راجع زي ما اشتغلنا المسألة. عشان كده هو لما جه طلب مقاومة المتر واحد قسمت المقاومة الكلية قسمتها على 5000 مش 2500 في المنظر ده. حتى جينا في السؤال التاني لما جه يطلب نص قطر السلك انا استخدمت طول السلك اللي كله على بعضه 5000 مش 2500. تمام. وبقيت المسألة بقى بنقوم رايحين حلينها بالآلة الحاسبة. تمام يا جماعة.